سلام البنات، كيف دايرين؟ بخير هانيين؟ كلشي مزيان؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين مزيانين وباحوال جيده ان شاء الله وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. المهم البنات اليوم عندي واحد جوج صابونات معروفين، صابونه ديال الاتان او حليب الحماره، وعندي صابونه ديال النيله الزرقاء وزيت الكوك. صراحه هاد ثلاثه الحوايج هادو راه خطيرين بزاف للبشره، كينقيوها يعني تقريبا كاع المشاكل الوجه كيعالجوهم هاد جوج صابونات وهذاك زيت الكوك. هنا عندي البنات زيت الكوك وعندي صابونه ديال النيله الزرقاء باش زوينه، هي انها ما كتطلقش ديك الزروقيه، ما كتطليش الحاله، عادي بحال كتغسل باي صابونه. بالنسبه لها هي كتبيض البشره وكتخلصها من الاثار ديال الشمس ودوك الترهلات والكلف وسميتو دوك الدهون الزائده والرؤوس السوداء. كتوحد اللون ديال البشره، صراحه رائعين. بالنسبه للحليب الاتان حتى هي هذه خطيره، هذه ديال حليب الاتان خطيره بالنسبه للبنات اللي كيعانيو من حب الشباب او المهم كاع الحبوب اللي كيكونوا في الوجه. المهم البنات كيف ما قلت لكم هنايا بالنسبه للاستعمال، كناخذ بالليل زيت الكوك كندهن به وجهي مزيان، يعني كنحاول نماصي وجهي مزيان صافي. بالصباح كنغسل بصابونه ديال الحليب الحماره، وبالليل اولا بالعشيه كنغسل بصابونه ديال النيله الزرقاء. صدقوني البنات راه رائعين بزاف، وواحد الفعاليه وواحد الاشراقه للوجه الا جربتوهم ما غاديش تندموا عليهم. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف على قلوبكم، وما تنساوش تجربوا هاد ثلاثه المكونات، زيت الكوك وصابونه النيله الزرقاء وحليب الاتان، كيعطيو اشراقه رائعه للوجه وكيبيضوا الوجه وكينقيوه مزيان. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وإلا عجبكم الفيديو خليو لي كومونتير وجيم، والى فيديو قادم ان شاء الله.